اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بكم على قناه ايمن دوت كوم 23 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. النهارده بقى ماتش الاهلي وحرس الحدود، وبعد غياب 24 يوم الاهلي يعود للدوري من جديد. الاهلي لعب بمين النهارده؟ بص يا سيدي، الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع عبد المنعم وربيعه وخالد عبد الفتاح ومعلول، وفي الوسط القندوسي وقفشه والسوليه، والهجوم طه السطلانه وعبد القادر، وراس الحربه شريف. في الدقيقه الرابعه من المباراه خطا كارثي من بن والي اللاعب الليبي، رجع الكره للحارس محمد فوزي، وللاسف كان هو طلع بره والكره دخلت هي الجول. بعد كده جت تمريره بينيه حلوه من السوليه لمحمد شريف، بس الدفاع طلعها كورنر. وفي الدقيقه 17 من كره ثابته لعبها محمد رضا، لعبها راسيه نموذج لابراهيم القاضي، بس الحمد لله الشناوي صدها. وفي الدقيقة برضو 18 شوطة حلوة طاهر، بس جت فوق العرض. وعمل تمريره برضه قفشه حلوه لشريف، بس المدافع انقذها وحولها ضربه ركنيه. وجديد قناوي عمل عرضية، بس الدفاع تصدى لها وطلعها في الأول. وضاعت فرصه برضه من طاهر صدها الحارس في الدقيقه 26. وشبه انفراد لعبد القادر، والحارس ينقذ الموقف ووسط 2 مدافعين من الدفاع الحرس، ويحولها ركنية وتصفي الحارس محمد فوزي. وفي الدقيقة 40 تصويبة جامدة على الشناوي، وهي ولا جامدة ولا حاجة، بس صدها الحمد لله. وفي برضه قفشه شاط شوطة حلوة، برضه ما كانتش قوية وصدها الحارس. وبرده تمريرة حلوة من خالد عبد الفتاح، والحارس ما عرفش يمسكها ويقدر يجيب منها جون محمد شريف، بس الفار لغى الهدف. في الدقيقة بقى 55 عمل قفشه تمريرة حلوة لعبد القادر، جاب منها جون حلوة عبد القادر بصراحة. اما بقى في الدقيقة 63 طاهر يجيب جون برده حلو، ومن تمريرة قفشه والجمهور يغني سطلانة اوه سطلانة اوه سطلانة. حصل التحام قوي مع الشناوي واتصاب فيها اصابه جامده، بس الحمد لله قدر يقوم. وفي الدقيقة 73 الشناوي طلع كرة الركنية وكانت خطيرة على الاهلي. في الدقيقه 74 بقى عمل تغييرات كولر، خرج عبد المنعم ونزل ياسر ابراهيم، وخرج محمد شريف ونزل بيرسي تاو، وخرج قفشه ونزل محمد فخري. وبرده كولر مواظب على حط 3 في وسط الملعب، زي ما انت كنت بتاكد من ايام ماتش ريال مدريد في كاس العالم مع الاهلي يا كوتش يا كوتش. فعلا، وده بيقدر يساعد اللي بيريح الدفاع كويس، وبيقدروا يعملوا هجمات. واديك شفت الماتش اهو، النهارده كان فيه انفرادات كتيره وهجمات كتيره، كان المفروض يطلع على الماتش 6 مش 3. وفي الدقيقه 83 كولر يعمل اخر تغييراته بخروج معلول ونزول لاول مره كريم الدبيس. ويلا بقى في الاخر خالص انفراد لتاو، بس الحارس صدها في الدقيقه 84، والماتش كان سجال بقى على كده. وبتنتهي المباراه الاهلي وحرس الحدود بفوز الاهلي 3-0، ويهبط رسميا حرس الحدود. ويا رب يكون اسعدناكم والفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. ويلا سلام 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 سلام.